السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صوت بلدنا في كل مكان. النهارده نحتفل بالمخلصين المجتهدين لحب الوطن، مصر الحبيبة، مصر الغالية اللي كلنا لازم نكون دعم رئيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة بإذن الله تعالى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده معايا السيد زين العلومي الأمين العام على مستوى الجمهورية دعم رئاسة الجمهورية بإذن الله تعالى. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور طارق، وبشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة ديت، وبشكر أسرة برنامج صوت بلدنا. أيضا معي الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، وكيل الفنيين التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعضو المجلس الأعلى بوزارة الثقافة سابقا، أستاذ ورئيس قسم جامعة حلوان والأمين العام لمحافظة القاهرة. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور طارق. شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. أيضا معي الأستاذة الدكتورة علا يوسف، أستاذ رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى لوزارة الثقافة ورئيس المجلس القومي لذوي الهمم ومساعد الأمين العام لمحافظة القاهرة. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه سعيده يا دكتور طارق، وانا بحييكم على الدعم الجميل لسياده الرئيس. بدايه استاذ المهندس السيد زين العلومي الامين العام على مستوى الجمهوريه لدعم رئاسه الجمهوريه في الفتره المقبله لفتره رئاسه ثالثه، من وجهه نظرك ازاي ندعم الشباب وتوعيه الشباب على مستوى الجمهوريه في الفتره اللي جايه، لان انت عارف ان السوشيال ميديا مالي يعني اللغط والمشاكل والقرارات اللي هي مش مظبوطه ضد مصر في الفتره، اسرائيل وفلسطين حاليا دلوقتي، وفي تهجير وفي يعني في كلام كتير جدا. اتفضل مع حضرتك شاشه قناه الصحه والجمال برنامج صوت بلدنا، عاوزين دعم من حضرتك وتوعيه للشباب في الفتره اللي جايه. طبعا ندائي، وبشكر برضك الدكتور طارق على استضافته الجميله ديت. وطبعا حضراتكم عارفين ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وانجازاته اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت ديت، تمام. والراجل يعني فخامه الرئيس يعني بيعمل الحاجات، ما بيقولش احنا هنعمل او بيقول احنا تم افتتاح كذا او كذا او كذا، لا. فخامه الرئيس بيعمل انجازاته للشباب، واللي بيعمله دلوقتي فخامه الرئيس ده للشباب، شباب مصر. من هو شباب مصر؟ هم الامل، تمام، والتقدم والعلم والإنجاز. الشباب هم مصر، تمام، الحاضر والماضي. وكل الإنجازات اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا عاملها دي كلها، دي لشبابنا، شباب مصر. مصر يا دكتور طارق مصر قوية بشبابها. مصر ما حدش يقدرها. مصر برعايتها ومؤسسة الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم ندعم الشباب، نقول للشباب انتم أقوياء. شباب مصر بجد قوي جدا برئيسه ومؤسسات الدوله وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي برضك، يعني نداءه برضك عرف الشباب وعرف مصر كلها ان احنا مش خايفين من حد. احنا جاهزين يا دكتور طارق لاي مقاومه ولاي حاجه. مصر قويه جدا. تمام. دكتور الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، طبعا في ظل 8 سنوات انجازات على اعلى مستوى في جميع المجالات هنتكلم فيها النهارده، بس احنا شفنا تحقيق الاستقرار الاجتماعي والامني ده اهم شيء في مصر. تحب تقول ايه؟ احب اقول ان سياده الرئيس ده منحه من عند ربنا. انا طبعا يعني لو انافق ولا في بيني وبينه اي حاجه ولا انا منتظر منصب، الحمد لله، لكن انا بقول كلمه حق لله لوجه الله. تمام. سياده الرئيس الفتره اللي قضاها هو قال في البدايه، قال جمله مهمه جدا، قال بمشيئة الله هتستلموها بلد تانية، وده حصل فعلا. تمام. بلد تانية بكل المقاييس. تمام. يعني هو اللي عمله بصراحة لما نيجي نحسبه نسبيا مقارنة بعدد السنوات يعد معجزة، وإذا كان هناك مصطلح أكثر من المعجزة ندور عليه ونقوله، لأن فعلا اللي حصل أكثر من معجزة. معجزة في الأمن، يعني بلد في مؤامرات حواليها، في سواء مؤامرات داخلية أو مؤامرات خارجية، ويستطيع بكفاح وبجهد وبدم شهدائنا واولادنا واخواتنا وبالعرق انه يتغلب على هذا الارهاب ويخلي الدوله في حاله امان واستقرار. الناس بتخرج في اي وقت، بتخرج بالليل، السيدات بتخرج، البنات بتخرج،
ما عادش حد خايف من اي حاجه، والامان موجود، والامان ده هو الف ب لاي تنميه. يعني ما كانش في عندك تامين صحيح وامان صحيح وسلام صحيح، تنميه مش هتنفع، تنميه هتبقى المساله صعبه. ما فيش اي مستثمر هيجي يقعد في مصر، التنميه طبعاً مفيش بشكل عام امان. هتنتهي والاستثمار هينتهي. تمام. فهو فعلا اهتم بالامن، والحقيقه يعني تم على اكمل وجه ومجهود عظيم، ولولا ان هو شخصيه وطنيه وشخصيه مؤمنه وشخصيه عارف بيعمل ايه، لولا فعلا حقق الامن. ثم كل ما تلا ذلك طبعا بعد الامن، طبعا هو برضو معجزات، كله معجزات. لما نيجي ننظر للصناعه هنلاقي معجزات، هننظر للزراعه هنلاقي معجزات وتطور غير طبيعي، ودخول على الصحراء وتنميه الصحراء ويعني وزراعه واسماك الحقيقه مشاريع الشوارع فندم والبنيه التحتيه. سيادتك هو مستلم البنيه التحتيه كان شكلها ايه؟ اظن كلنا احنا فاكرين. يعني احنا فاكرين الشوارع لما كنا حتى نمشي بالسيارات بتاعتنا ونقع في مطبات ويحصل حوادث ويحصل كوارث. ونيجي رايحين مثلا من مصر لاسكندريه او لاي بلد، كانت المسائل زحمه جدا وصعبه جدا، تاخد وقت طويل ومجهود كان الناس بتبذله. فكل ده اتغير. يعني كل ده يعني اتفرج دلوقتي تمشي في اي طريق سريع او الطرق الداخليه داخل المدن، المسافات كلها اتاثرت، بدل ما كنت بتوصل في ساعه بتوصل في ربع ساعه. تمام. كل ده ما هو ده انجاز. تمام. وطبعا الانجازات بتاعته ده لا تحصى. يعني انا محتاج طبعا احصاءات عشان اقول ده كان رقم عاوز حلقه كذا. وحلقات. حقيقي انجازات لا تحصى. تمام. استاذه الدكتوره علا يوسف، بصفتك رئيس المستشار القومي لذوي الهمم، طبعا احنا شفنا تغيير تمام جدا في الفتره اللي فاتت في 8 سنوات، ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجات لذوي الهمم وغير مفهوم الاعاقه وذوي الاعاقه لمفهوم تاني خالص. تحب تقول ايه؟ طبعا الموضوع شيق جدا ان انا اتناول الموضوع دوت، وانا واخداه على عاتقي ان انا اساعد هذه الفئه. ففعلا سياده الرئيس من ساعه ما مسك وهو عمل تطورات ونقله كبيره نوعيه كل الشعب المصري يفتخر بيها. على سبيل المثال الفئه اللي حضرتك اتكلمت عليها، أصدر قانون في 2018 بالاهتمام بذوي الهمم يكون لهم نسبة 10% في كل الوظائف اللي موجودة على مستوى الدولة. تمام. فده خلى ذوي الهمم يحسوا بالأمل والانتماء والأمان في إن هم في حد بيسمع لهم، في حد بيشوفهم، عايشين من ضمن المجتمع في كيان واحد، مش منعزلين. فده بيساعدهم على إن هم ناخد بإيديهم، وخاصة إن هم في منهم أذكياء جدا وعباقرة، وتقدر تستفيد بيهم في كافة السبل، عشان على حسب الفروق الفردية في اختلاف نوع الإعاقة. فده في حد ذاته إنجاز رائع بالنسبة للفئة دي. لكن في حاجات تانية سيادة الرئيس عملها. سيادة الرئيس اهتم بكافة المناحي اللي موجودة داخل البلد، اهتم بكل جزئية، على علم ودراية بكل المعادلات الرياضية اللي خاصة بالسياحة، اللي خاصة بوسائل النقل، اللي خاصة بالمياه الموارد المائية، اللي خاصة بالثروات السمكية، اللي خاصة بالثروات الزراعية. اهتم بكل حاجة. أنا كل يوم بصحى أما أشوف التلفزيون ألاقي فيه إنتاج جديد، فيه منجز جديد أنجزه، في افتتاح مصانع جديده وحاجات حقيقية مش وهمية زي ما بيدعي البعض. تمام. والحمد لله الحمد لله عمل نقلة كبيرة جدا في الطرق والمواصلات. دي كانت في نظرية علمية عملتها إحدى الدول الكبرى زي الصين واليابان، ان في مصر سنه 2015 الطرق هتتقفل تماما والعربيات مش هتقدر تتحرك من مكانها. عمل كل السبل، عمل تطورات في الشبكات، وعمل تمام. في الطرق تجديد، وعمل كباري جديده تقدر تسهل عمليه السير وعمليه الانتقالات. تمام. اثناء الحديث مع حضرتك لذوي الهمم معانا مداخله مهمه جدا، تعالي نسمعها ونعلق عليها باذن الله تعالى. كابتن المحترم الفائز بالبرونزيه لذوي الهمم دوله المجر عادل شبان، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ. الف مليون مبروك، وفخر لمصر وفخر لمحافظه الدقهليه قريه طناح ان من ذوي الهمم يفوز ببرونزيه دوله المجر لذوي الهمم. الف مليون مبروك. ومعانا الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، والمستشاره الامن القومي لذوي الهمم دكتوره علا يوسف. تحب تقول النهارده في عجاله سريعه بهذا الانجاز الكبير وفخر للمصريين كلهم؟
اهلا وسهلا بحضرتك يا طارق، اهلا وسهلا بجميع المشاهدين، اهلا وسهلا بالساده الطرق الكرام. انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك. اتفضل معاك الميكروفون. انا اسمي عادل شباب محمد عوض عسكر، لاعب منتخب مصر للكاراتيه ذو الاحتياجات الخاصه، حصل على بطوله العالم والحمد لله بروفيسيونال. الحمد لله على المركز الثاني. ألف مبروك، وإن شاء الله في الفاصل خليك متابعنا، ليك تقرير مهم جدا عن حالتك. تقول إيه يا دكتورة في الموضوع؟ احنا شبابنا عنده طاقة خارقة. احنا بالنسبة لنا لما بنتحط في اي مكان هو بنجد الفايز كان على كرسي متحرك. يعني ده اعجاز المولى عز وجل، واصراره على ان هو يحصل على جايزه وياخد هذا الوسام او ياخد هذه الميداليه. هو بالنسبه له عنده طاقه، الطاقه دي لو لقى فعلا التربه الخصبه اللي هي تقف جنبه وتساعده، فعلا هيحقق نجاح ويوافق في اي حاجه يخش فيها. احنا بالنسبه لنا كان في تصميم نفق فرايزنج في المانيا، احنا شاركنا من ضمن الدول العديده مختلفه، اصرينا على ان احنا نقدم تصميمات ان احنا نفوز بالجائزه، والحمد لله فزنا بالجائزه الاولى في المانيا. تمام. معانا المهندس السيد زين. اسمح لي بس اتفضل. معلش صغيره اتفضل. بمناسبه ابننا الجميل اللي فاز بالجائزه. احنا في عباقره من ذوي الهمم او حسب زي ما الذهني؟ بنقول القادرون باختلاف، زي ما بيقول سياده الرئيس. هو اطلق مسمى جميل جدا. ما هو غير مفهوم. فعندنا عباقره في طوال التاريخ. تمام. في عباقره ذوي همم او قادرون. اللي عبر المانش زمان. يعني هيمن كيلر واللي عبر المانش وعمار الشريعي وطه ودكتور طه حسين. حسين. لا ده نماذج كتيره جدا جدا، فده مش غريب عليه يعني. تمام. تمام. سيد بيه، بصفتك الامين العام على مستوى الجمهوريه لتحالف ابناء الوطن لدعم رئيس الجمهوريه، طبعا انت لك امناء في جميع المحافظات، من وجهه نظرك ازاي يدعمهم وازاي توعيه الشباب وازاي يعملوا مؤتمرات في محافظتهم؟ طبعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى السيد الدكتور فتحي عزت سلامة، رئيس تحالف أبناء الوطن لدعم رئيس الجمهورية. تمام. والسيد اللواء عماد حمدي، نائب رئيس التحالف لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا القيمة والمقام برضك الدكتور طارق المستشار الإعلامي ونائب رئيس التحالف لشؤون الإعلام. تمام. اتفضل. احنا ان شاء الله خطتنا ان شاء الله بالنسبه لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقدر ازاي نطلع الناس ازاي يخشوا صناديق الانتخابات. لازم نثبت للعالم كله ان مصر كلها ايد واحده على ايد واحده ورجل واحد. تمام. لازم نثبت للعالم كله ان مصر كلها مؤيده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالنسبه للتحالف بتاعنا ده تحالف لابناء الوطن على مستوى الجمهوريه، طبعا شكلنا اماناتنا كلها، جميع المحافظات كلها سكنت كلها من امين عام لمساعد امين عام، جميع تشكيل الامانات المحافظات تمام. تم تشكيلها. وسوف ان شاء الله قريبا سوف نعقد مؤتمر في مدينه المنصوره ان شاء الله لجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. تمام. وبالفعل يا دكتور طارق طبعا جميع المحافظات جت عندنا الهيئه العليا بمدينه المنصوره بالبنرات بتاعها واليوفط بتاعها والاعلام بتاعها. طبعا اجلنا المؤتمر طبعا عشان ظروف غزه، تمام، فاحنا لسه مستنيين برضو تعليمات على ميعاد المؤتمر. تمام. طبعا المؤتمر ده هيتعمل برضو لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. استاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، طبعا من خلال مجابهه الاراضي الزراعيه الناس كلها كانت استولت وبنت في 25 يناير، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم استصلاح ملايين من الفدادين، تعدى الحدود في انتاج القمح والارز وجميع المحاصيل، بدانا نصدر. تحب تقول ايه؟ احب اقول طبعا برضو في الاتجاه الزراعي برضو دي معجزه برضو تانية، لانه فعلا زي ما قال الدكتور الباشمهندس السيد ان اجمل ما فيه ان هو ما بيقولش انا هعمل وما بيعملش يعني دعايه ولا بيعمل حاجه قبل، لكن انت فجاه تصحى الصبح تلاقي سياده الرئيس بيفتتح 1 2 3 4 بالفيديو كونفرنس وهو قاعد وبيدي يعني في نوع من يعني بيدي للجمهور رساله واضحه وتقرير واضح عن هذا المشروع وكل بياناته الاحصائيه وتفاصيله وبدا ازاي وانتهى ازاي،
بالارقام بالتفاصيل بالكسر بالنقطه يعني. حقيقي اعجاز اللي تم في الزراعه وزياده الرقعه الزراعيه بهذا الشكل، ويعني استصلاح اراضي. والاهم بقى النقطه اللي حضرتك بتقول عليها، الاراضي اللي كانت تم عايز اقول نهبها، يعني كل من هب ودب اتحولت الحكايه الى فوضى والى بلطجه، خرسانات. وكل واحد راح حول الخضره لبلوك من بلوكات البنى. وبقى حتى حضرتك في بعض الطرق كده ما تمشي منها كان كلها جمال وكلها خضره، اتحولت كلها لبيوت من الاسمنت، كتل اسمنتيه. تمام. الحمد لله كل ده اتغير. وطبعا في ناس بتزعل، ما هو دايما يعني في ناس بتحب الفوضى او بتحب يبقى ضد القانون. فلا، احنا في قانون وفي نظام، والموارد بتتوزع على الناس بطريقه معينه. فحول هذه الفوضى الى نوع من النظام ونوع من الترتيب ونوع من النسق. ظهرت الخضره تاني، وظهرت الطرق الرئيسيه الكبيره الواسعه الممتده اللي تمشي فيها وانت مستريح، وتقلل نسبه الحوادث. ما تنساش حضرتك دي، يعني احنا كان بيحصل عندنا حوادث على الطريق الدائري، حوادث فظيعه وبشعه وبارقام خياليه من السيارات. لان حضرتك لما ترجع بقى للفتره اللي فاتت دي هتلاقي، طبعا انا ما عنديش الاحصائيات الكامله، لكن النسبه فعلا بتقل، ويعني في تغيير كبير جدا يعني. تمام. استاذه الدكتوره علا يوسف، طبعا انتوا سافرتوا كتير انتوا والدكتور عبد الرحمن، اخبار مصر ايه؟ اسمح لي بس هضيف حاجه على زمان. طيب. وانت حكيت لي في الكواليس كده. حاضر. حاضر. انت حكيت لي في الكواليس انت والدكتور ان احنا بقينا من ضمن الدول المتقدمه بعد روسيا. قعدنا دلوقتي بعد روسيا. أيوة. الحمد لله وشكرا لك يا رب. الحمد لله. اتفضل. اسمح لي بس هضيف حاجه بالنسبه للنقطه اللي اتكلم فيها سياده الدكتور. في عندنا المسطحات المائيه كان بيحصل فيها اهدار كبير جدا لفاقد الميه، فاحنا دلوقتي عمل تغير رائع في المحافظه على كل قطره من قطرات المياه، وعمل اتجاه اخر الموجود في توشكا وفرع تاني، ففي انجاز رائع في هذا. عمليه التبطين للترع قلل نسبة المفقود وحافظ على قطرة المية. تمام. فأنا بحييه فعلا على هذه الفعاليات الجميلة. بالنسبة لسفرنا وبالنسبة كنا بنسافر باستمرار. في فترات كان في عهد رؤساء أخرى كان الشخصية المصرية كان في بعض الأوقات بتهان، ما كانش ليها المعنى القوي زي ما احنا حاسينه دلوقتي. تمام. احنا دلوقتي في اسفارنا بعض الاصدقاء كان يجي يقولوا لنا سياده الرئيس عمل انجازات رهيبه جدا، يعني شعرين بكل الانجازات اللي هو عملها، مش اللي موجودين في مصر بس، لا ده الخارج. كل ابناء الوطن اللي موجودين داخل مصر المفروض يعوا ويشوفوا ان ابناء الخارج حاسين بقيمه الشخصيه الجميله ديت ازاي. تمام. عاملين ايه لدرجه ان في بعض منهم بيقول لهم يا ريت تسلفونا الرئيس بتاعكم شويه. تمام. وفي البعض يقول لنا احنا مش يا ريت مستغنيين عندنا عنه. رئيس. احنا محتاجينه. احنا ده فعلا العصا السحريه طبعا. اللي ربنا يعني فعلا هو لولا ان هو شخص قوي وعنده عزيمه وايمان، ربنا فعلا واقف معاه بيساعده في كل حاجه. نكمل كلامنا مع حضرتك. طيب. بس معانا مداخله مهمه جدا. المهندس ناجي شكر، عضو مجلس اداره شركه مياه الدقهليه، رئيس قطاع الامن والازمات، رئيس مجلس اداره نادي مياه الدقهليه، ونائب تحالف ابناء الوطن لدعم رئاسه الجمهوريه بالدقهليه. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا طارق بيه. ازيك يا دكتور طارق؟ كل سنه وانت طيب. وطبعا مصر بشبابها برجالها بشيوخها بنسائها خلف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه ثالثه، تحب تقول ايه؟ يا فندم الاول بحب ارحب بمعاليك يا دكتور طارق وبضيوفك الكرام مهندس سيد زين والدكتور عادل ومعالي الدكتوره. وطبعا انا بدعو جموع الشعب المصري الاصيل بالالتفاف حول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات القادمه. السيد الرئيس يا طارق بيه ده هديه السماء لشعب مصر. طبعا. لازم نفهم كده ان فخامه الرئيس هو هديه السماء لشعب مصر. وجب علينا ان احنا كمصريين وكناس اصيله لا نفرط او نبدد هديه المولى عز وجل. دعمنا لفخامه الرئيس يا فندم ليس نفاقا او رياء، ولكن حفاظا على مقدرات الوطن ومستقبل الاجيال القادمه. حضرتك من يدعون بان السيد الرئيس او فخامه الرئيس ما عملش حاجه خلال ال10 سنين اللي فاتوا، طبعا دول اما انهم دعاة
او انهم حاقدين ومن يدعون بان مفيش انجازات على ارض الواقع. لا حضرتك، الانجازات عده وعشرات ومئات بل الاف الانجازات. تمام. يكفينا انجاز واحد لو احنا اكتفينا به، وهو الامن والامان يا طارق بيه. ودي اهم حاجه يا نجيب ايه؟ اهم حاجه انا من وجهه نظري كراجل متخصص في المجال الامني هو الامن والامان. والمولى عز وجل يا دكتور طارق ذكروا في كتابه الحكيم في سوره قريش وقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فالمولى عز وجل عارف احتياج الانسان لمدى احتياجه من الغذاء والامن، فقرن الامن بقوت الانسان او تمام. بغذاء الانسان. تمام. واحنا طبعا كلنا عانينا ابان ثوره 25 يناير من الانفلات الامني، وكلنا كنا عايشين في حاله رعب. فبدون اللي فخامه الرئيس عمله ووفره لنا من امن وامان، وبدون تطوير ودعم جيشنا الحبيب، كان زماننا دلوقتي اما احنا لاجئين او مهاجرين. تمام. كان هيحصل فينا نفس اللي حصل في اشقائنا في العراق وفي ليبيا وباقي البلدان. حضرتك لو احنا جينا نتكلم عن بعض الانجازات وليس كل الانجازات للسيد الرئيس خلال 10 سنوات، حضرتك احنا كنا بنصحى كل يوم نلاقي عشرات المشروعات بتتفتح بدون لا وضع حجر اساس ولا بدون شو اعلامي. الراجل ده ملوش في الكلام ده خالص. الراجل ده ربنا بعته لنا عشان زي ما قلت ده هديه السماء لنا. مهندس ناجي شكر، يا ريت حضرتك وعد من حضرتك تشرفنا هنا في استوديو برنامج صوت بلدنا قناه الصحه والجمال. شرف لنا طبعا. الكلام معاك بصراحه انا مستمتع بيه ومستفيد بيه، بس وقت حلقتنا بعد اذن حضرتك يا ريت تشرفني. يا باشا تحت امر حضرتك، وشاكر على المداخله وتحياتي لجميع الحضور، وبشكر وبحيي كل القائمين على التحالف، دكتور فتحي سلامه والسياده اللواء عادل وكل الزملاء، وتحيا مصر يا فندم. متشكرين جدا. شكرا المهندس ناجي شكر على المداخله الجميله. استاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، تحب تقول ايه في نهايه فقرتنا في عجاله كده في حب مصر؟ كانوا زمان لما كانوا بيعلمونا في المدرسه كانوا بيكلمونا عن محمد علي وعن انجازاته. خلى الجيش بقى قوي، عمل كذا في الاقتصاد، عمل قناطر، عمل كذا عمل كذا عمل كذا، وكنا في حاله انبهار الحقيقه. وقعدنا ندرس التاريخ مئات السنين. طول حياتنا بندرس محمد علي وانجازاته. لما نيجي نبص دلوقتي ونقارن انجازات فخامه الرئيس السيسي بمحمد علي، يعني هي فاقت الخيال. فاقت الخيال الحمد لله. ووصلت زي ما بقول لحضرتك الى درجه المعجزه. تمام. انا كلمتي الاخيره ان انا يعني عايزين نعلم ولادنا ازاي يتعاملوا مع الميديا ومع الشائعات اللي على الميديا، ويعرفوا يفرقوا بين الوطنيه وبين الخيانه، لان في بعض الناس بتطعن دايما في الشرفاء. تمام. فالرئيس يبقى بيشتغل وبيعمل وبعدين تسمع كلام بالعكس. فلازم نعلم بس شبابنا ازاي يفرقوا بين الحق وبالباطل وبين الخير وبين الشر، عشان لما يتخذ اي قرار، الشاب يتخذ اي قرار، يبقى اتخذ القرار اللي هو مسؤول عنه. تمام. واخر كلماتي: اتفضل. تحيا مصر. تحيا مصر. احسن تحيا كلمه. مصر. المهندس السيد زين، الامين العام على مستوى الجمهوريه، دعم رئاسه الجمهوريه، تحب تقول ايه في نهايه حلقتنا؟ نقول يعني تحيا مصر، وتحيا جيش مصر ومؤسسات الدوله، وتحيه لشباب مصر. خلوكوا ايد واحده، يا ريت شباب مصر كله يبقى ايد واحده باذن الله، وما يسمعش الاشاعات الموضوعه على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي. باذن الله. مصر بخير، مصر بخير بوجود ابنائها، ابناء الوطن، ابناء الوطن لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استاذ دكتور علا يوسف، اتفضلي. اقول لهم اطمئنوا، مصر مذكوره في القران 5 مرات، هي في حفظ الله وحفظ رئيسها المتفاني في مساعدة شعبها وفي جيشها الجميل والشباب المخلص والحملات اللي بتعمل توعية وتعمل تنمية بشرية عشان تكشف الحقائق. ساعدوا رئيسكم، وقفوا تكاتفوا جميعا في ظهره، وإن شاء الله هتبقوا أحسن دولة في العالم. شكرا جزيلا أستاذ دكتور
عادل عبد الرحمن وكيل الفنيين التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيليه بجامعه حلوان. شكرا استاذ الدكتور علا يوسف استاذ ورئيس قسم التصوير بجامعه حلوان. شكرا المهندس زي المساعد اهو. اعزائي المشاهدين نطلع للفقره الثانيه من برنامج صوت بلدنا مع الاعلاميه فوزيه كمال وضيوفها الكرام. انتظرونا، ما حدش يروح في حته ثانيه. يسعد برنامج صوت بلدنا قناة الصحة والجمال إن هي تتواجد اليوم في حلقة تاريخية مع إنسان قلما أن يوجد مثله في الدنيا ما اتسعت وطالت، مع الأستاذ عادل شبان عوض العائد من جمهورية المجر الشعبية، حاملا معه المركز الثالث والميدالية البرونزية في العاصمة المجرية بودابست. وبذلك هذا البطل الذي سجل اسمه بأحرف من نور ان هو يشرف مصر برفع العلم المصري في هذه البطوله. فاحنا مع هذا البطل الاستاذ عادل يتفضل يقدم نفسه. اهلا وسهلا بحضرتك يا عم عادل، اهلا وسهلا بجميع المشاهدين، اهلا وسهلا بقناه الصحه والجمال، شرفتونا والله، شرفتونا يا عم عادل. اتفضل قدم نفسك. اسمي عادل شباب محمد عوض عسكر، لاعب منتخب مصر القومي، وفي طالب بكلية تجارة سنة تانية كلية تجارة إن شاء الله، جامعة المنصورة إن شاء الله. طبعا لك برضه يعني مشاعر أخرى النهاردة في هذا النصر وهذا الاحتفال، وتحب تقول إيه لأهلك؟ تحب تقول إيه لقناة الصحة والجمال؟ أحب أشكركم طبعا أولا، وأشكر أهلي وأصحابي وأخواتي. أنا ممكن أكون قصرت معاهم شوية مثلا في أفراح ومآتم وكده، بس أقسم بالله غصب عني. بحب أشكر طبعا أهل قريتي الحبيبة، أهل الذي شرفوني ويعني عملوا تاريخ يعني ما شاء الله. أنت تستحق كل هذا الاستقبال، وده كان قليل بالنسبة لبطل رفع اسم مصر كلها. مصر كلها بتهنيك وبتشكرك على هذا الجهد اللي انت بذلته، هذا الاصرار وهذا التحدي. واحنا ان شاء الله معانا لقاء يعني احنا بنسعد بيه وبنقدم نموذج طيب، نموذج مصري لكل شباب مصر ان هو عندهم صبر وجلد للوصول الى العالميه ورفع اسم مصر. بنشكر الاستاذ عادل شبان ونتمنى له ان شاء الله في البطولات القادمه الحصول على الميداليه الذهبيه ويكون الاول على العالم ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ عادل. شكرا. نحيي كل انسان واقف جنب عادل، سواء في النوادي سواء اهله في هذا الاستقبال الاسطوري اللي انا شفته في يوم عودتهم من جمهوريه المجر الشعبيه. شكرا.